طيب تعالوا بقى نتكلم عن الكلانديولا، بما ان هما بيعملوا بيها adulteration للسفرون. قالك الكلانديولا دي عبارة عن dried ligulate corolla of the ray florets of Calendula officinal family composite. يبقى دي كده family composite. تمام. ناخد بالنا ان هنا برضو الكلانديولا كانت درايد كرولا، في حالة السفرون كان استجما وستايل زي ما شفنا. طيب الاكتيف كونستيتوينت بتاعت الكلانديولا قالك مينلي عندي مادة الكالندين، ده عبارة عن ريزن، وعندي كاريتينويد بيجمنت برضو، علشان كده زي ما قلنا كانوا بيستخدموها في الغش بتاع السفرون، لانه فيها يعتبر نفس البيجمنت او بيجمنت مشابهة ليها اللي هي الكاريتينويد بيجمنت ووتر سوليبل اسمها كالنديولين. يبقى في حالة الكلانديولا يبقى اسمها كلانديولين. عندها كمان ترايتربينويد سابونين جلايكوسايد، نوعين منه، واحد اسمه كالنديولوسايد A وكالنديولوسايد F. المين اللي موجود او اللي موجود بصورة ميجور اكتر هو كالنديولوسايد A. طيب استخدامات الكلانديولا فلاور ايه بقى؟ لو انا هستخدمه اكسترنالي فانا بستخدمه يا اما في المراهم او اللوشنز عشان بيعالج الماينور وونز، والبروسيس بيعالج الجروح او الكدمات الماينور، لانه بيعزز من الابزوربشن بتاع الافيوز بلاد. لو انا هستخدمه بقى internally فالكلانديولا بتكون مناسبة جدا ان هي مهدئة للجاسترو انتستينال ديس اوردر، مهدئة للمعدة واضطرابات المعدة والامعاء، بتكون كارميناتيف. كل ده من اهم استخدامات الكلانديولا، يعني بتستخدم اكتر از فعلا كارميناتيف علشان تقلل من الجاسترو انتستينال ديس اوردرز. طيب ده شكل الهيرز اللي موجودة في الكلانديولا. لو شفناها تحت الميكروسكوب هلاقي عندي الليجيوليت كرولا اللي قلنا عليها، السبايني بولين جرينز دي من ضمن الكي اليمنتس بتاعتها، طالما هي فاميلي كومبوزيتي فهيكون عندها سبايني بولين جرينز زي ما اخدنا في الليكتشر اللي فاتت. عندها كمان هير نون جلاندولار مالتي سيلولر باي سيريت هير، من ضمن الهيرز المميزه بتاعت الكلانديولا نون جلاندولار مالتي سيلولر، يعني ما عندهاش جلاندز ولكن فيها خلايا كتير مترصصه على تو جروبس، عشان كده بنقول عليها باي سيريت هير. تالت نبات معانا النهارده هو الكركديه. قالك الكركديه ليه اسماء تانية زي الريد سورل او الروزلي. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن dried calyx and epicalyx of hibiscus sabdarifa family malvaceae. يبقى تاني الكركديه عبارة عن dried calyx and epicalyx of hibiscus sabdarifa family malvaceae. بيتزرع فين؟ بيتزرع في مصر والسودان والهند. اللون المميز بتاعه هو الكريمزون ريد. طبعا التيست بتاعه بيكون بورن وسلايتلي اسيدك، وبيكون فيه ميوسلج بنسبة معينة. طيب البارتس اللي بنستخدمها هو الكيليكس والابيكيليكس، الكيليكس والابيكيليكس. طيب تعالوا كده، ده كده الابيكيليكس اهو بتاعت زهرة الكركديه، والكيليكس اللي فوقيها. طبعا الوردة نفسها بيكون ده شكل الكرولا بتاعتها، والكيليكس والابيكيليكس تحتها. لو انا طحنت الكركديه وخليته باودر وبدأت اشوفه تحت الميكروسكوب هبتدي اشوف ايه؟ هشوف الاوتر سيرفيس طبعا بتاعتي الابيديرمس وكذا، ولكن هشوف بعض الهيرز اهمهم الالمبيك هير، دي بتكون هير كده زي ما شفنا يوني سيلولار نون جلاندولار هير اليمبيك هير، وهلاقي عندي الستيليت هير، وعندي هير تالتة دي بتكون يوني سيلولار هير برضو ولكن بتكون مموجة كده زي ما احنا شايفين اسمها كوتوني هير. يبقى انا عندي الكوتوني هير والستيليت هير، الاتنين دول مع بعض ممكن يتداخلوا يعملوا لي ستيليت كوتوني هير. يبقى انا ممكن الاقي الستيليت هير لوحدها اللي هي برانشد هير، ممكن الاقي الكوتوني هير لوحدها اللي هي يوني سيلولار هير ولكن مموجه كده شويه، وممكن الاقيهم الاثنين متحدين مع بعض عاملين لي ستيليت كوتوني هير. بلاقي كمان كالسيوم اوكزاليت كليسترز، ودي بيكون ساعات فيها الانثوسيانين اللي هو الاكتيف كونستيتوينت بتاعه الكركديه اللي بيديها اللون الاحمر المميز بتاع الكركديه. ده كده اهو شكلها تحت الميكروسكوب. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الاكتيف كونستيتيوينت بتاع الكركديه. قالك زي ما اتفقنا عندي الانثوسيانين، ده عباره عن كولرينج ماتر اللي هو بيدي اللون الاحمر المميز الكريمزون ريد بتاع الهايبسكس بتاعي بتاع الكركديه بتاعي. بسميها ايه الماده بتاعتي دي؟ بسميها هايبسكن،
يبقى انا ماده الهايبسكين دي عباره عن انثوسيانين، عباره عن coloring agent. بيقولك انه بيكون ليها ACE inhibitor effect، يعني angiotensin converting enzyme inhibitor. الانزيم ده موجود في الكلى، من خلاله بيحصل ارتفاع في ضغط الدم، فبالتالي لما انا بعمل له inhibition، لما انا بقفل الانزيم ده بقلل ضغط الدم. عشان كده دايما نقول لمرضى الضغط، لو حد جالي في الصيدليه بشكل عرضي كده بسيط وضغطه عالي شويه، بقول له اشرب كركديه. ليه؟ عشان كركديه عنده ماده الهايبسكين اللي بتعمل لي ACE inhibitors، اللي هي بتقفل لي الانزيم اللي موجود في الكلى اللي بيرفع لي الضغط، فانا بالتالي بعمل ديكريز للبلاد بريشر. طيب عنده ايه كمان؟ عنده فلافونويدز. فلافونويد اللي عنده اسمها هايبسكتين. يبقى انا هايبسكين ده اللي هو الانثوسيانين، هايبسكتين ده الفلافونويد، هايبسكيك اسيد ده الاورجانيك اسيد بتاعت الاكتيف كونستيتوينت. يبقى انا الفلافونويد بتاعي اسمه هايبسكتين. الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في الكركديه واحد باسمه اللي هو الهايبسكيك اسيد والستريك اسيد، وده اللي بيديله الفيتامين سي والماليك اسيد. عنده كمان ميوسيلج من النوع البيكتوز تايب اللي هو الخماسي، وعنده بعض التانينز وفيتامين سي. التانينز دي موجوده برضو زي مساعده للميوسيلج. طيب استخدامات الكركديه ايه بقى؟ قالك بقدر استخدمه as blood alkalinizer عشان بيقلل ال HCl بتاع الاستومك. طالما هيقلل ال HCl بتاعت الاستومك يبقى هو هيبقى ممكن استخدمه في حالات ان هو يهدي المعده شويه، لو حد عنده حموضه، لو حد عنده ارتجاع، عنده هارت بيرن، لانه هيقلل لي ال HCl وهيعمل لي alkalinization لحمض المعده. طيب طبعا بما انه عنده الانثوسيانين واللون الاحمر المميز بتاعه، فهقدر استخدمه as coloring agent او coloring matter. بستخدمه في حالات الكاف سيربس، الكوزماتكس، ممكن برضو في الجامز، يبقى بستخدمه as coloring matter سواء في الكوزماتكس او في الادويه او في المنتجات الغذائيه. بيقولك انه الهوت درينك فور كافيين سنسيتيف بيرسون، يعني لو انا البيشنت بتاعي عنده مشكله ومش هينفع يشرب كافيين، فممكن اديله هوت كركديه يكون مناسب معاه. طيب زي ما قلنا بستخدمه علشان اوطي الضغط، هايبوتنسيف دراج. ليه؟ لانه عنده ماده الهايبسكين اللي هي عباره عن ACE inhibitors. ولكن بيقولك خلي بالك ان انا بستخدم الكركديه بالشكل ده مع الناس اللي اوريدي ضغطها عالي شويه، لكن لو البيرسون بتاعي نورمال الضغط بتاعه مظبوط، فالكركديه مش هيعمل له اي مشكله، مفيش مشكله ان هو يشربه. يبقى doesn't act على البيرسون اللي عنده نورمال بلاد بريشر. لازم اديله البيرسون البلاد بريشر بتاعه اوريدي عالي، ما يكونش مريض ضغط، لا هو هيكون بس في الحاله دي دلوقتي عنده ستريس مثلا، عنده توتر، عنده اي مشكله، فالضغط بتاعه رفع مره واحده واحنا عايزين نهديه، فاقدر اديله كوبايه كركديه. طيب بيقولك ايه كمان؟ قالك بيستخدم as emollient او laxative و purgative effect عشان يعمل evacuation للفلويدز من الانتستين. بيقولك ان الكركديه ليه بعض اللاكزاتيف والبورجاتيف افكت، يعني ملين وبيعمل تفريغ للفلويدز من المعده او من الامعاء بتاعتي. بيقولك كمان انه بيساعد ان احنا نقلل وزن البيشنت ونعالج الاوبيزيتي، وده نتيجه لوجود الميوسلج. الميوسلج بتفضل موجوده في المعده مده طويله ومش بتتهضم بالانزيم، فبالتالي هتملى المعده بتاعه البيشنت وتساعده في انه يعمل ريديوسنج للويت بتاعه. من ضمن برضو استخداماته ان هو عنده انتي فيرتيليتي اكتيفيتي، فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. الكيميكال تيستس بقى اللي انا بقدر اعملها علشان اكشف عن الهايبسكين اللي هو الاهم اكتيف كونستيتوينت موجود في الكركديه. اول حاجه بجيب الباودر بتاعي بتاع الكركديه وابتدي ادوبه في 1% HCl. المفروض ان انا هيطلع لي فلترت، الفلترت ده لونه احمر طبعا نتيجه لوجود الانثوسيانين وان انا دوبته في الاسيد. طيب الفلترت ده بقى لونه بيتغير بناء على الرياجنت اللي انا بحطه عليه. بمعنى لو انا حطيت عليه NH3 فالفلترت ده هيتحول لونه من الاحمر للاخضر. لو حطيت عليه NH3 متدوب في FeCl3 اللون هيبقى اسود. لكن لو حطيت عليه ليد اسيتيت ساعتها هيعمل لي راسب لونه ازرق. ولو حطيت عليه بوتاسيوم هيدروكسيد هيديني لون ازرق. يبقى نخلي بالنا
لو حطيت عليه بوتاسيوم هيدروكسيد هيدي لون مش راصد، لونه بس اللي هيتغير. لكن لو حطيت عليه ليد اسيتيت لا، ده المرة دي هيدي راصد، راسب يعني اتفاعل وطلعت مادة تانية خالص. تمام، بس الاتنين لونهم بلو سواء في البوتاسيوم هيدروكسيد او الليد اسيتيت. يبقى تاني الفلترت بتاع الهايبسكين لو حطيت عليه ليد اسيتيت بيطلع لي بلو بي بي تي. يعني ايه؟ يعني كده اتفاعل وطلع مادة جديدة خالص لونها ازرق ومترصبة. اما لو حطيت عليه بوتاسيوم هيدروكسيد بيطلع لي بلو كولر. يعني ايه بلو كولر؟ يعني هو ما حصلش تفاعل، ما حصلش مادة جديدة طلعت، ولكن جاست اللون اتغير نتيجة للبي اتش اللي اتغيرت. تمام. الفلتر لو حطيت عليه صوديوم اسيتيت بيطلع لي لون فايلت. فبيقول لك من ضمن برضو التستات ويعتبر اهمهم اللي هو روزينيوم ريد. لو انا حطيت على الكركديه بتاعي رياجنت اسمه روزينيوم ريد اللون هيبقى ريد نتيجة لوجود الميوسلج مش نتيجة لوجود الانثوسيانين. خلي بالنا. يبقى انا لو حطيت على الكركديه بتاعي روزينيوم ريد اللون هيبقى ريد، ده نتيجة لايه؟ ده المرة دي مش نتيجة للانثوسيانين. الروزينيوم ريد ده بيكون تيست لوجود الميوسلج. تمام، دي ممكن تيجي ام سي كيو. طيب بيقولك ان الانثوسيانين بقى دي عبارة عن بي اتش ديبندنت. يعني ايه؟ يعني لونها بيختلف على حسب البي اتش اللي هي محطوطة فيها. فلو اتحطت في بي اتش بيزك او الكالاين هيطلع لي لون بلو، وده اللي شفناه في حالة ان انا حطيت بوتاسيوم هيدروكسيد على الفلترت بتاعي. قالك لو كانت البي اتش اللي موجودة فيها الانثوسيانين نيوترال ميديوم فساعتها هيكون اللون بتاعها فايلوت، ولو كانت محطوطة في اسيدك ميديوم هلاقي اللون ريد. طيب حد هيجي يقول لي طب انا الكركديه دايما لونه احمر. تمام، مع اني مثلا ممكن اكون مدوبه في ميه، مش المفروض يا دكتور الميه دي نيوترال ميديوم؟ هقول لك خلي بالك ان الكركديه نفسه الزهره نفسها فيها زي ما قلنا فوق فيها اورجانيك اسيد، فيها هيبسكيك اسيد وفيها سيتريك اسيد وفيها ماليك اسيد، فاوريدي الزهره فيها اسيدز كتيره. بما ان الانثوسيانين موجوده في اسيدك ميديوم فهلاقي اللون بتاعها احمر. تمام، وهو ده اللي بيقولوا بعد كده انه انا عندي الريد كولر بتاع الكركديه ده موجود نتيجه لوجود الاورجانيك اسيدز فيه. طيب ايه الكونترا انديكيشنز بقى بتاعه الكركديه؟ ممنوع لمرضى مين او ممنوع لمين بالظبط؟ قالك ممنوع تستخدم الكركديه مع الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، لان هو بيحتوي على كميه كبيره جدا من الكالسيوم اوكزاليت اللي متخزن فيها طبعا الانثوسيانين والهيبسكين وكل ده، هو متخزن كل ده في كالسيوم اوكزاليت كلاسترز. طيب الكالسيوم اوكزاليت كلاسترز دي لو اتاخدت بكميات كبيره لمريض عنده كلى هيحصل لها ترسب في الكلى ويعمل لي كيدني ستونز. فانا بمنع المريض اللي عنده كيدني ستونز او اللي عنده مشاكل في الكلى انه يشرب كركديه. قالك كمان ممكن يعمل لي انفيرتيليتي، فناخد بالنا من الموضوع ده. تعالوا نتكلم بعد كده عن نبات اللافندر. قالك بيكون ليه اسم تاني اللي هو الخزامة. طيب اللافندر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن dried flowers of lavandula officinal family لابياتي او لاميسي. تمام، بيتزرع فين؟ بيتزرع في يوروب وبيتزرع في ايجيبت. الانفلوريسنس بتاعه بيكون نوعه سايموس. طيب الكي اليمنتس بتاعت اللافندر، انا لو انا معايا باودر وبشوفها تحت الميكروسكوب اعرف منين ان ده لافندر؟ قالك البولين جرينز بيكون نوعها هيكسوجينال. تمام، بتكون سداسية الشكل كده هيكسوجينال بولين جرين، وناخد بالنا ان الكلانديولا كانت سبايني بولين جرين. طيب عندي كمان برانشد نون جلاندولار هير. نون جلاندولار هير بتكون برانشد وعنده هير مميزة اسمها نوتي هير، دي عبارة عن جلاندولار هير وبتكون باي سيلولار ستوك وبتكون كبيرة في الحجم. يبقى هو عنده نوعين من الهيرز، نون جلاندولار وجلاندولار. الجلاندولار هير اسمها نوتي هير والنون جلاندولار هير دي بتكون برانشد هير. طيب الاكتيف كونستيتوينت بقى بتاعت اللافندر بقى عندي الفولاتايل اويلز مني المميزه لريحه اللافندر، دي بتكون موجوده في اللابيسي هير، اللابيسيوس هير اللي هي الهير المميزه لفاميلي لابيسي. بتكون غنيه بماده الليناليل اسيتيت من 25 ل 55%، وهو ده اللي بيديني الريحه المميزه لللافندر. عنده برضو ماده اللينالول والساينول والجرانيول، دي كلها فولاتايل اويلز او دي كلها المواد اللي موجودة في الفولاتايل اويل بتاع اللافندر. عنده الفلافونويدز بتاعت اللافندر اسمها ليتولين. تمام، بيقولك بقى ان في 2 كوميرشال فرايتيز موجودة في الماركت، يبقى في نوعين من
اللافندر موجودين في الماركت، النوع الفرنش نوع والنوع الانجليش. النوع الفرنش ده بيكون احسن لانه بيحتوي على 36% من الليناليل اسيتيت، فبالتالي بتكون ريحته نفاذه اكتر وفيه اكتيف كونستيتوينت وفولاتايل اويلز اكتر عن الانجليش. لافندر ده بيبقى فيه من 7 ل 14% بس من الليناليل اسيتيت. بستخدم اللافندر في ايه؟ مينلي بستخدمه في الكوزماتكس والبرفيوم اندستريز عشان طبعا الفولاتايل اويل والريحه المميزه بتاعته. ممكن استخدمه في الفارماسيوتيكال بريباريشن عشان اعمل ماسكينج او اداري على اي روايح غير مرغوب فيها. لو انا مثلا بعمل دواء معين وفي ريحه غير مرغوب فيها فبقدر استخدم الفولاتايل اويل بتاع اللافندر عشان يعمل ماسكينج للقدر ده. بيعالج الفلاتيولنس اللي هو انتفاخ المعده. بقدر استخدمه كمان اي فولاتايل اويل او زيوت عطريه بتستخدم في الاروما ثيرابي، بتستخدم كمان توبيكالي في علاج الروماتويد بين بالتدليك كده، بيقدر يخفف شويه من الم الروماتويد. ليه كمان ميزه انه ممكن يستخدم في السبراي بتاعه المايتس نتيجه للريحه النفاذه بتاعه الفولاتايل اويلز، فهو ممكن يقتل المايتس من الريحه الشديده دي. ده كده شكل الهكساجونال بولينج جرين بتاع اللافندر. ده اهو البولينج جرين المميزه الكي المنت بتاعت اللافندر. البرانشد نون جلاندولار هير، برانشد نون جلاندولار. اللابيسي هير اللي هي الجلاندولار هير اهي اللي هي النوتي هير، دي بنسميها لابيشيس هير او لابيسي هير نسبه لفاميلي لابيسي او لاميسي اللي بينتمي ليها اللافندر. ده برضو اهو اللي قلنا الانفلوريسنس بتاع اللافندر بيكون نوعه سيموز. طيب النبات اللي بعد كده اللي هو التيليا او الليندن فلاور اللي هو نبات التيليو. الاوريجين بتاعه بيكون درايد inflorescence with their attached practice of Tilia species family Tiliaceae. يبقى هو عبارة عن الانفلوريسنس بتاعه معاه شوية من البراكتس ماسكة فيه نوعه تيليا. طيب الانفلوريسنس زيه زي اللافندر نوعه سايموز امبل. البريباريشن بقى بيقولك انه اهم حاجة ان الفلاورز بتاع التيليا لازم تتجفف في الظل، لانه لو اتعرض لشمس او حرارة سواء ضوء ارتفيشالي او شمس فبيقولك ان الدراج بيفقد الريحة بتاعته تماما. الاكتيف كونستيتوينت بتاعته عنده فلافونويدز، فينوليك اسيدز، ميوسيلج وفولاتايل اويل اسمه فارنيزول. طيب استخداماته ايه التيليا ده؟ قالك بيستخدم as a sedative in insomnia، مهدئ للاعصاب، بيساعد على النوم، بيعالج الارق نتيجة لوجود الفولاتايل اويل بتاعه اللي هو اسمه فارنيزول. كمان بيبقى كاف سيداتيف مهدئ للكحة نتيجة لوجود الميوسلج. بس هو ده كفاية اللي انتم محتاجين تعرفوه عن التيليا. كده تكون لكتشر النهاردة خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا وتكون ان شاء الله سهلة عليكم.